الأنام. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا. لقد خلقوا لما لو أبصرته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا. ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام. ليوم الحشر قد عملت رجال فصلوا من مخافته وصاموا. فصلوا هو بيقول فهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. النهاردة فلوج صغير كده وأنا رايح الكلية، لسه بلبس اهوت، لسه هنزل إن شاء الله. نازل دلوقتي استريح اهو. مالك يا حبيبي؟ مش عاجبني كده بقالك فترة. خير ان شاء الله. فين احلامك وطموحاتك وتودو ليستاتك؟ ده انت كنت فراك يالا شغلة نشاط ما بتهمتش. الدنيا مالها همدتك كده ليه؟ بص اصل هقول لك، لو انت مستني ظاهرة كونية تحصل فترجعك نفسك مفتوحة تاني وتنتشلك من اللي انت فيه ده، فاطمن ده مش هيحصل. مش هتيجي غير لما تعمل الحاجة وانت جضان وقرفان ودايس على نفسك. هي كده والله. اتفضل يا حبيبي، خد لك دش بارد، صلي لك ركعتين، اركن موبايلك، اقفل اوضتك عليك وحل. ما تقوليش بقى اصل فقدان الشغف واستعادة الحماس وهبدأ بالتدريج. التدريج ده عند الحلاق يا حبيبي. يلا بلاش مياصة. المفروض ناخد لنا صورتين تذكاريتين قبل ما نروح وبعد ما نروح. هنعمل كده فعلا. استنى اما نروح عند المراية اللي جنب البتاع. ليه يا عم؟ ناخدهم سيلفي دلوقتي. لا ناخدهم هنا جنب المراية. أيام تفعل ما تشاء وطيب نفسا إذا حكم القضاء. أصلا من الفيديو أصلا زي ما انت شايف يا دكتورة، الأحواض جاهزة مستنية. مستنية الشغل فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا الأخ عمار هيتكلم معاكم إن شاء الله عن تربية الأسماك. اتكلم يا دكتور. علي صوتك يا دكتور. دلوقتي الأحواض ديت بتتعمل عشان يتربى فيها سمك يحمل لها استثمار. علي صوتك يا دكتور لو سمحت عشان الصوت هنا ضعيف شوية. دلوقتي الأحواض اللي موجودة دلوقتي قدامنا دي هي الأحواض بتاعت التجربة اللي احنا هنعملها يعني. في كام حوض موجود يا دكتور؟ في 4 أحواض موجودين دلوقتي، 5 منهم يعني. بس يا دكتور أنا شايف إن الحوض ده لونه مختلف شوية، ده إيه؟ لأن المية اللي احنا جايبينها محطوطة في الأحواض الثانية دي مية جايبينها من أحواض سمك ثانية عشان السمك اللي نجيبه يبقى معمول له أقلمة مع المية اللي موجودة، لأن لو اتحطت مية جديدة لا يموت. يعني المية دي كلها اللي في الحوض اللي زي ده كده كلها موجودة جاية من حوض تاني؟ بالظبط. أنت هتودينا نصها من الحوض ده أسماك والنص التاني لسه مليينه. الله يخرب بيتك. طب ليه لون الحوض ده مختلف شوية؟ طبعا عشان المية اللي جبناها جبناها من الحوض اللي هناك كان في الشمس، فكان لونه أخضر شوية كده بسبب الشمس، فده اللي سبب. معمول له بناء ضوء. مش فاكر على ضوء مات اسمها ايه. طبعا الحوض ده فاضي عشان بيسرب، ففي كده الحمد لله معانا 4 أحواض جاهزين لنقل الزريعة مباشرة. والحوض الأخير ما تكفلش الجفل، والحوض الأخير فيه مية لاكتشاف هل به أي عيوب أو لا. ومعانا دكتور. ليه يا عم تتصور يا عم انت فيديو للذكرى بس اصلا. معانا الدكتور عمار. عندك اي كلمه؟ لا. يا دكتور قول اي حاجه. السلام عليكم. ازيكم يا شباب؟ طب شباب مين يا صاحبي؟ يعني كان يوم ممتع جدا شيق بعد سهر دام لاكثر من 30 ساعه. طبعا زي ما انتم شايفين الدنيا ميه هنا وده كله الفيديو ده مين يا صاحبي؟ ايه بس زي الفل قوي. كويسه جدا. والى لقاء اخر في الفيديو ده. اتفضل. بعد 48 ساعه سهر قدرنا نوصل ان احنا هنسلم الاحوال النهارده ان شاء الله زي ما انتم شايفين كده يا شباب. نصها بقى. اتمنى كل هذه هي كلية العلوم.
ده واحد عاق كده. واحد عارف. الفيديو ده تبعتها لي بالله عليك. بجد انا أنا هنزلها لازم اشوفها قبل ما انت تنزلها. هنزلها على القناه وانت شوف. لازم اشوفها قبل ما انت تنزلها، والله لو نزلتها. ما تحلفش بالله عشان انا انزلها غصب عنك. ننزل ايه؟ هنزلها ان شاء الله. خد بالك الحاجات دي بتستهلك نت ياما. ما انا معايا نت. انا خايف على النت بتاعك. انا معايا نت. دلوقتي نحن انا عليها قلت لك احنا رايحين الساعه كام كده؟ ايه؟ الساعه كام؟ لسه رايحين من الكليه الساعه 4:03 دلوقتي. كنا في الكليه من الساعه كام؟ 11 مساء. 4:03. يا عم انا عطشان موت. يا عم ما تتكلم عدل بس، ما تتكلمش ما تتعوجش في الفيديو كده. دكتور عماد طبعا ما بيحبش يتصور بس. الواحد وهو داخل شاف المية دي خاف ان الحوض كلها تكون اتكسرت تاني بعد تصليح ال120. فالحوض ده شكله بيسرب يعني، نزل قد ايه الفترة دي كلها في يوم واحد، فمعنى كده انه مش هينفع خالص خالص خالص. لكن الحوض ده تمام يعني الحمد لله. الحوض ده لحد هنا زي ما هو العلامة اهي، ده من امبارح، وده الحمد لله العلامة بتاعته اهي. فزي ما هو الحمد لله الحوض ده الحمد لله زي ما هو علامة. فالحوض الرابع زي ما هو العلامة اهي. فالحمد لله يمكن في شوية مية الحمد لله، الدنيا تمام في الأحواض ديت. بشكل أو بآخر حوض واحد الله يعوض علينا فيه، نحاول نصلحه تاني إن شاء الله. وإلى لقاء آخر في فيديو آخر ضغط نجيب السمك إن شاء الله. ده شكل الأحواض بعد ما ركبنا فيها الإيربام. المفروض إن دي السكرية علشان تقلب المية، ودي الحوضين التانيين اهم. السكرية اللي هناك دي تعبانة شوية. من موقع هذا بنصح اي حد ابعد يا ابني عن كلية علوم وبلاش علوم. اسمع مني، اديك شايف دكتور عمار حاله عامل ازاي، قاعد يلعب ايه؟ كاندي كراش. كاندي كراش. انا بصور على فكره، انت فاكر انا ما بصورش؟ والله انت قافل البتاع ليه؟ انا بصور بالخلفيه عشان مش ما بصورش بالعموديه. شيلها في المونتاج الحته دي. الحمد لله. تقول لي 90% من التجربه خلصت، بس حقيقيا واقعيا الموضوع ده ما حصلش اصلا. احنا ما عملناش 5% من التجربه اصلا يعني. احنا لسه ما حطيناش اي حاجه في التجربه. ان شاء الله خير يعني. الواحد بيعمل اللي عليه، وعمار بيعمل اللي عليه، قاعد يلعب. ان شاء الله الاربع حوض سلام وكل حاجه شغاله تمام، وان شاء الله هنجيله السمك وهنجيبه العلف والدنيا هتروق يا عم عمار. وان شاء الله مفيش اي حوادث تحصل في نص التجربه، علشان انا ما عنديش اي استعداد ان ايه تفاعل زياده. امال هتشائم يا اسطى، اروح اقول لك ما احناش ناجحين يعني. هننجح يا عم وهنعدي ونتخرج وتروح حفله التخرج وترقص يا عم. يا اسطى ما فيهاش اصلا بنات، وبعدين البنات ايه يا اسطى؟ مش سكتك الكلام دي، او مش سكتي انت، ممكن تكون سكتك عادي. والله يا عم ان شاء الله خير، وانا متفائل الحمد لله. و بس كده نروح نحضر السكشن، وبعد السكشن اروح للدكتوره تاني. ليه يا اسطى بتوع الازهر؟ ليه بتوع الازهر عندهم جفاف عاطفي من ناحيه البنات؟ بص صاحبي صلى على النبي، بلا جفاف عاطفي بلا مش جفاف عاطفي. احنا دلوقتي الارتباط والحاجات دي حرام يا اسطى. طب يا اسطى قول كلام ينفع يتصور يا اسطى. انت بتقول ايه طيب؟ انا المفروض اعمل لك ايه دلوقتي؟ افضل اشيل امانتك فيك انت لوحدك بقى واسيب الفيديوهات بتاعتي.
عموما عمار كان لا يقصد هذا اللفظ البذيء. هو كان عايز يقول ان السلوك غير منتظم يعني. مش عارف اقول ايه والله، بس ان شاء الله خير يعني. انا عايز اوثق الايام دي الصراحه، لان ايام صعبه، والشهرين دول هيكون فيهم حوارات كتير جدا جدا يعني. حتى والمشكله ان احنا لو جينا بعد العيد هنيجي نعمل ايه؟ هنيجي يعني تحاليل وبتاع وشغل جامد حرفيا يعني، مش اللي هو اساس اصلا البحث، فاهم؟ لو تيجي تطلع النتائج اللي انت عملتها اساسا التجربه علشان مفيش ريزلت، مفيش درجات يعني، في سقوط، مفيش نجاح. بس ان شاء الله مفيش الكلام ده. لا مفيش الكلام التاني يعني، ان شاء الله يكون في ريزلت والدنيا تبقى تمام يعني، ان شاء الله خير. والى هنا قد ينتهي الفلوج. المفروض انه كان يوم واحد، بس انا صورت الفيديو ده كمان معاه علشان يعني النتيجه النهائيه او الشبه النهائيه عن الاحواض، ولسه هبقى اصور لما نحط السمك. والى لقاء اخر في فلوج اخر ان شاء الله. سلام. نفسي اعرف اتكسرت ازاي يا غالي، نفسي بس اعرف. لا حول ولا قوه الا بالله. اصلا انا لو وريتك الفيديو بتاع اللي احنا مصورينه، احنا الاربعه شغالين بقى وقاعدين نهزر انا وعمار ونقول الحمد لله الدنيا تمام والدنيا بتاع. ايوه قاعدين نقول